السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس اللي بتستخدم شات جي بي تي أو أي حد حابب يستخدم شات جي بي تي ويستفيد منه أقصى استفادة. زي ما ظهر قدامكم كده دي الواجهة الرئيسية بتاعة شات جي بي تي العادية لكل الناس. السؤال هنا إيه اللي بيفرق ما بين شخصين الاتنين بيستخدموا شات جي بي تي؟ واحد منهم بيقدر يستفيد من شات جي بي تي وبيطلع منه النتائج اللي هو عايزها وبيساعده في شغله وحياته اليومية، وواحد تاني مش قادر يستفيد بشات جي بي تي او حتى مش بيقدر يحصل على النتائج اللي هو بيدور عليها. هقول لك بكل بساطة ان الفرق ما بين الاتنين هو البرومت او الاوامر اللي انت بتديها لشات جي بي تي. وفي مقولة مشهورة جدا بتقول the magic lies in the prompt، يعني السحر كله بيكمن في البرومت. كل ما انت قدرت تدي برومت افضل لشات جي بي تي كل ما قدرت تحصل على نتائج كويسة جدا من شات جي بي تي. طيب انت تعمل ايه في حالة ان انت ما عندكش القدرة الكافية او الخبرة الكافية اللي تخليك تكتب برومت واضح وصريح عشان توصل لنتيجة مرضية؟ هقولك بكل بساطة الحل في الكنز اللي احنا هنعرفه دلوقتي حالا، وهو عبارة عن كروم اكستنشن، اضافة بتضيفها للمتصفح بتاعك وبتربطها مع شات جي بي تي. واتفرج على السحر اللي هيحصل في اداة شات جي بي تي وقد ايه هتفيدك في حياتك. فتعالوا نشوف التفاصيل مع بعض. الكروم اكستنشن او الاضافة اللي انا بتكلم عليها هي الاضافة اللي قدامكم دلوقتي على الشاشة، اسمها AI PRM. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة تقدر تحملها من الاضافات او من الاكستنشنز الخاصة بجوجل كروم او المتصفح بتاعك. بكل بساطة هتدوس على اضافة تو كروم وبعد كده هتدوس على اد اكستنشن. اول ما بتضيفها للمتصفح بتاعك هيتفتح لك شات جي بي تي في صفحة جديدة زي ما انت شايف. برضو احنا لسه ما عملناش عملية الربط، هيظهر لك الشاشة اللي قدامك دي. هتدوس على كونتينيو عشان يبدأ يربط الاداتين ببعض. بعد كده هتعلم على البوكس ده وتدوس كونكت ويز جوجل اكاونت وتربطها بالحساب بتاعك اللي انت عامل بيه شات جي بي تي. بالمناسبة لو انت ما عندكش حساب شات جي بي تي وعايز يبقى عندك حساب على شات جي بي تي بالايميل بتاعك ويفتح من اي دولة انت فيها وبدون في بي ان، فمن خلال صفحة نادي القراءة العملية قدرنا نوفر لك حسابات شات جي بي تي بالايميل بتاعك وهتفتح معاك بدون في بي ان وبسعر رمزي جدا جدا. ابعت رسالة للصفحة هتلاقيها في وصف الفيديو واعرف كل التفاصيل لو انت ما عندكش حساب شات جي بي تي. اما لو انت عندك حساب شات جي بي تي زي ما انت شايف دلوقتي الاداة اهي اصبحت على شات جي بي تي بتاعي. ولو لاحظت هتلاقي ان الواجهة الرئيسية بتاعت شات جي بي تي اتغيرت تماما. زي ما انت شايف بقى عندنا اكتر من 3800 برومت لكل جوانب حياتك تقريبا، يعني ايا كان الشيء اللي بيخطر على بالك هتلاقي ليه برومت جاهز من خلال الأداة اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب هي الأداة دي أصلا بتعمل ايه؟ الأداة دي باختصار بتوفر لك برومت جاهز، انت ما بتكتبش ولا بتعمل أي حاجة، بتختار بس الحاجة اللي انت عايزها وهو بيعمل لك كل حاجة بكل سهولة. حتى لو انت ما عندكش أي خبرة، ممكن تكون انت مش واصله لك الصورة كاملة دلوقتي. تعال اوريكم بمثال عملي قد ايه الأداة دي قوية جدا. لو لاحظت فوق هنا هتلاقي في حاجة اسمها التوبك، كل دي توبكس مختلفة فيها برومت جاهزة، سواء في الكتابة او في التسويق او في البرودكتيفيتي او في الاس اي او او حتى في البرمجة وغيرها من التوبكس الكتيرة اللي قدامك دي. وهنا الموديل تقدر تحدد من خلاله شات جي بي تي 4 اللي هو المدفوع، ولكن اغلبنا هيستخدم شات جي بي تي اللي هو النسخة المجانية العادية المتاحة لأي حد. نفترض مثلا ان انت شخص شغال في مجال التسويق وعايز تستخدم شات جي بي تي عشان يساعدك في شغلك، فعشان توفر على نفسك هتيجي من التوبك. لو انت محدد التوبك بتاعك هتختاره من هنا، احنا اخترنا التسويق، والاكتيفيتي هنسيبها زي ما هي ونسيب باقي الحاجات زي ما هي. لو انت في بالك حاجة معينة هتكتبها في السيرش هنا. تعالوا نشوف كام برومت متوفر في التسويق وشوف قد ايه ممكن توفر وقت ومجهود كبير جدا من خلال الاداة دي. بص معايا، اول حاجة لو انت عايز تعمل باير بيرسونا هتقدر تعملها من هنا. لو انت عايز تعمل كونتنت كالندر لمدة شهر بكل سهولة من خلال البرومت ده. لو انت عايز تحضر كورس اونلاين او بتصمم كورس اونلاين ممكن من خلال البرومت ده يساعدك فيه. لو انت مثلا بتعمل اعلانات على الفيسبوك البرومت ده هيساعدك. لو انت عايز تكتب كتاب كامل برضو البرومت ده هيساعدك. شوف معايا كمية التاسكات والحاجات اللي هيساعدك فيها بكل سهولة
تعالوا كده نجرب حاجة مع بعض. نفترض مثلا ان انا عايز احضر كورس جديد، فتعالوا نشوف البرومت ده نجربه كده عملي مع بعض ونشوف هل قوي ولا لا. هنا بيقول لك ايه، بيديك تفاصيل عن البرومت اكتر. بيقول لك ان البرومت ده هيساعدك في انشاء اي كورس من اول الفكرة لحد ما تخلص الكورس. تعالوا كده مثلا نشوف البرومت ده. مجرد ما هدوس عليه هيظهر لك هنا اهو. بعد كده بتبدأ تحدد الاختيارات دي، انت عايز الاوتبوت يكون بانهي لغة. طبعا هتلاقي جميع اللغات هنا منهم العربية، ولكن انا عايز اجرب باللغة الانجليزية. والتون والرايتنج ستايل هتسيبهم زي ما هم. طيب ايه بقى اللي انت هتكتبه له هنا؟ انا دلوقتي لو في العادي وداخل على شات جي بي تي مش هعرف ايه البرومت اللي المفروض اكتبه عشان يساعدني في صناعة الكورس او في التحضير للكورس. هنا بقى بيقول لك ما تكتبش اي حاجة غير بس موضوع الكورس بتاعك. نفترض مثلا ان انا عايز اعمل كورس عن الاي سي او للمبتدئين، فاديته هنا العنوان او التوبيك اللي انا عايز اعمل عنه الكورس، وهدوس انتر. زي ما انت شايف بقى، شوف السحر انت بنفسك. تعالوا كده ننبهر مع بعض ونشوف السحر والاداة دي ساعدتنا ازاي. زي ما انت شايف هنا اداني التيبل اوف كونتنت، هتخلي محتوى الكورس عن 1 2 3 4. دي كل المواضيع اللي المفروض تتكلم عليها لو انت هتعمل كورس عن الاي سي او للمبتدئين. طيب بيجي يقول لك بقى اول درس مقدمة في الاي سي او، وتعرفهم ايه هو الاي سي او وما الى ذلك. بعد كده الدرس التاني هيكون عن كذا وايه هي الحاجات اللي تتكلم فيها. بعد كده الدرس الثالث، الدرس الرابع، الخامس، السابع، وهكذا. بص كل حاجة حرفيا قدامك. اداني 12 درس بكل التفاصيل بتاعتهم. لما قلت له كمل بدأ يديني افكار للسلايدز كمان اللي اعملها في الكورس بتاعي. يعني حاجة حرفيا جامدة جدا جدا. فلو انت مدرب او شخص بيدي كورسات اونلاين، اديك عرفت ازاي تطلع افكار او تحضر للكورس بتاعك بالكامل بكل سهولة بدون ما تكتب اي برومت لشات جي بي تي. طيب تعالوا نجرب برومت تاني مع بعض. البرومت ده مثلا هيساعدك انك تلاقي مصادر في اي مجال يخطر على بالك وبكليك واحد من الماوس بتاعك. فتعالوا نجربه كده مع بعض. هندوس عليه ونحدد الاوتبوت بتاعنا. تعالوا مثلا نجرب اللغة الانجليزية، وهنا كل اللي طالبه منك انك هتكتب التوبيك او الموضوع اللي انت عايز مصادر او حابب تتعلمه. فتعالوا نكتب كونتنت كرييشن اللي هو مجال صناعة المحتوى، ونشوف المصادر اللي هيديها لنا عاملة ازاي. خلال ثواني زي ما انت شايف بيبدأ يرشح لك افضل المصادر الموجودة لتعلم المجال ده على الانترنت، فبالتالي ده هيوفر عليك وقت كبير جدا كنت هتضيعه في البحث عن مصادر. طيب تعالوا نشوف جودة المصادر دي عامله ازاي. في البدايه رشح لك مواقع الكورسات الاونلاين اللي هتلاقي عليها كورسات كويسه في المجال. بعد كده بدا يرشح لك التولز اللي انت المفروض تتعلمها، مثلا زي جرامرلي، زي كانفا، زي ادوبي بريمير برو، وكل حاجه بالرابط بتاعها. بعد كده بيرشح لك مدونات ومواقع تتابعها عشان تتعلم اكتر وتقرا مقالات كل يوم عن المجال بتاعك. بعد كده بيرشح لك بودكاست ويوتيوب تشانل تتابعها. كمان بيرشح لك كوميونيتيز وفورمز تنضم ليها عشان تزود شبكه معارفك في المجال ده. وبعد كده بيقول لك السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هتلاقي عليها مصادر كويسه جدا للكونتنت كرييشن. لو انت عايز يرشح لك كورسات معينه فبكل بساطه هتكتب له هنا رشح لي كورسات عشان يرشح لك كورسات بعينها. زي ما انت شايف بدا اهو يقول لك محتاج تتعلم الكورس الفلاني، هتلاقيه على المنصه الفلانيه. زي مثلا الكورس اللي قدامك ده بيقول لك هتلاقيه على موقع كورسيرا، او مثلا الكورس ده اللي هتلاقيه على موقع سكيل شير. يعني كل كورس بيقول لك المكان اللي هتلاقي فيه الكورس ده وبيديك عنوان الكورس. طيب تعالوا نجرب برومت تاني. هنا مثلا البرومت ده هيساعدك في كتابة سكريبتات لفيديوهات اليوتيوب او انستجرام او تيك توك. تعالوا نجربه كده مع بعض. هنا بيقول لك كل اللي عليك كالعادة هتديني الموضوع اللي انت عايز تعمل عنه الفيديو. فتعالوا نجرب الموضوع بالعربي. فكتبت له هنا الربح من التدوين، وهقول له انا عايز الاوتبوت يعني النتيجة تطلعها لي باللغة العربية. بص معايا الجمال يا جماعة، زي ما انت شايف السكريبت اتكتب بالكامل باللغة العربية، وكمان بيقول لك كل باراجراف مكون من كام كلمة، وكمان المحتوى لو ركزت فيه هتلاقيه كويس جدا جدا وفعلا نصايح قيمة في التوبيك اللي انا قلت له انا عايزك تكتب لي سكريبت عنه. فحرفيا النتائج بتكون خرافية وبيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا جدا، وهيخليك تستعمل شات جي بي تي بكل سهولة حتى لو ما عندكش اي خبرة في استخدام شات جي بي تي او في كتابة البرومتس او الاوامر اللي انت المفروض تكتبها. طبعا انا مش هقدر اجرب لكم كل البرومتس الموجودة في الاداة دي لان زي ما قلنا انها اكتر من 3800 برومت، فانت حرفيا معاك كنز
تقدر تستخدمه من النهارده وتحول شات جي بي تي لأداة سحرية بتعمل لك كل اللي انت عايزه تقريبا في يومك او في شغلك بكل سهولة وبدون اي خبرة وبجميع اللغات وبشكل مجاني تماما. عايزكم بعد ما تخلصوا الفيديو ده ابدأوا جربوا الأداة دي وشاركوني تجاربكم في التعليقات. ولو عايزين فيديوهات اكتر عن شات جي بي تي او عن ادوات الذكاء الاصطناعي اكتب مهتم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.